هاي باهي. هاي ديدي. ازيك؟ كويس. انت عارف انا عايزه اسالك النهارده على حاجه انت حكيتها لي من قريب. حصل حاجه كانت بتخوف قوي وانت حكيتها لي، وكنت بريف، كنت شجاع قوي في الموضوع ده. ممكن تحكيها لنا؟ في مرة وكنت خايف منها، بعدين طبطبت عليها بعدين كانت هتخربشني في الآخر وعملت كده. طب انت عارف ان انت very brave ان انت بتحكي عن القصه دلوقتي وانت مش خايف. دي حاجه شجاعه قوي منك، برافو عليك. طب انت عملت ايه بعد كده؟ يعني بعد ما الموضوع ده حصل رحت حكيت لحد ولا انت عملت ايه؟ كان في الكنيسة ورحت في الكنيسة. رحت لماما في الكنيسه وقلت لها، حكيت لها بعدين خلاص. بس حلو قوي. بس انت دلوقتي بتحكي عن القصه وانت مش خايف، صح؟ انت ممكن تحكي لي قصه تانية كنت بتحكيها لي برضو بالليل كنت بخاف قوي. اه بعدين انا قصدي كنت بخاف قوي. بعدين انا جريت عند مامي بس كنت خايف شوية، شربت مية بقيت احسن. فقفلت النور بعدين رحت لماما. اوكي، طب ممكن نساعد الناس. انت قلت لنا قصتين كنت خايف فيهم، ممكن نفكر مع الناس لما يبقوا خايفين يعملوا ايه؟ تزعقوا عليهم، نزعق على حد لو بيخوفنا. اوكي، او تروحوا لمامتكم او باباكم، صح، نروح او لحد كبير، تجيبوا صحابكم كبيرين ويخوفوهم. وفي حاجة تانية، تعالى نساعد الناس، نفكر معاهم لو هم خايفين، لو حد خايف يعمل ايه؟ ايوه، نصلي، صح، نصلي ليسوع علشان يسوع يبقى معانا، ونفتكر دايما ان هو موجود معانا. وساعات ممكن نرنم. انت عارف ممكن نرنم ترنيمة زي ايه مثلا؟ انا زي انا وزي مثلا لو يسوع في مركبي انا ما خافش من الرياح. صح، في ترانيم كتيرة قوي بتقول لنا ان احنا ما نخافش عشان يسوع معانا. عارف ان في آية في الكتاب المقدس بتقول الرب نوري وخلاصي من اخاف؟ يعني هو النور بتاعي، هو اللي معايا، هو اللي هيحافظ عليا، فانا من ايه اخاف؟ مفيش حاجة تخوفني طالما هو معايا. تيجي نقول كده افكار للناس لما يبقوا خايفين يعملوا ايه؟ يصلي. واحنا قلنا كمان يرنم زي ما انت بتعمل لما تبقى ساعات بتبقى قلقان، صح؟ وممكن نقول آية من البايبل، من الكتاب المقدس. وممكن نعمل ايه؟ نروح نتكلم مع حد اكبر مننا شوية. الرب نوري وخلاصي من اخاف. صح، انت عارف ان احنا ممكن نقول الآية دي اول ما نبقى خايفين، نفتكرها على طول عشان ما نبقاش خايفين.